الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في طريقه لفتح تحقيق حول فضيحة الحكم التونسي الصادق السالمي. نشرت جريدة المنتخب خبر مفاده بأن لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تتجه لفتح تحقيق معمق حول كواليس وملابسات فضيحة الحكم التونسي الذي أدار مباراة الفتح الرياضي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. وكان الحكم التونسي قد خلق جدلا واسعا بإلغاء هدفا محققا وصحيحا للفتح الرياضي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، والتي انتهت بالتعادل السلبي وأعطت التأهل للفريق الجزائري، في حين أن الهدف كان سيؤهل فريق الفتح الرياضي. ومن المنتظر أن تتوصل لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي برسالة احتجاجية من نادي الفتح الرياضي على التحكيم السيء والكارثي للحكم التونسي الذي ألغى الهدف بدعوى أن تسديدة المهدي قرناص تجاوزت الخط، علما بأن حكم الشرط لم يرفع العلم إلا عندما سجل الهدف. تجدر الإشارة على أن الكاف كانت قد أوقفت هذا الحكم 3 أشهر عقابا له على قراراته في مباراة الكونغو الديمقراطية وموريتانيا، وتعتبر هذه المباراة الإفريقية الأولى له بعد عودته. وأخيرا، وحسب مصادر قريبة من الحكم التونسي الصادق السالمي، أكد هذا الأخير بأنه رفض الهدف بناء على قرار حكم مساعد الذي كان في وضعية تسمح له برؤية الكرة تخطت الخط أو لم تتخطاه. وأكد الحكم بأنه لم يكن في وضعية تسمح له باتخاذ القرار، وأن حكم الشرط هو من يقوم بذلك. وتستمر بهذا المهازل التحكيمية في الجزائر ضد الفرق المغربية بعد الهدف الشهير لوالد الكرتي مع الوداد أمام مولودية الجزائر، والذي ألغاه الحكم الإثيوبي بابلاك تيسيما، وأيضا الحكم ديلغادو من الرأس الأخضر الذي حرم الجيش الملكي من هدف الانتصار أمام شبيل بلد القبيل، وكلها بتسللات خيالية. فما رأيك في مستوى التحكيم الإفريقي الذي يستمر في فضائحه ويأبى إلا أن يبقي القارة الإفريقية متخلفة عن ركب التطور الذي تعرفه كرة القدم على المستوى العالمي؟ اتركوا لي آراءكم في التعليقات إن دمتم سالمين. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.